دايما في بيوتنا المصريه بنحاول بقدر الامكان يكون عندنا كل ما هو جديد، وخصوصا لو عندنا اطفال بيبقوا دايما حابين يبقى عندهم عصافير. بس ازاي نقدر نتعامل مع العصافير في البيت، وازاي عشان ما نتحملش وزرها لو لا قدر الله ماتت مننا او حاجه، لان هي بيبقى ليها معامله خاصه جدا، وكمان بيبقى ليها اكلات. هنشوف مع بعض التقرير اللي جاي عن ازاي نربي العصافير في البيت، ونرجع معاكم مره ثانيه وست الستات. مش لاقي كلام نفسي الاقي، عينيك الاتنين فيهم كلام خايف يبان، وبضحكتين خلوني اشوف قلبك كمان. اصل كسوفك شدني، واصل انا نفسي تحبني، لو رحت فين وراك ده الصبر مفتاح الفرج، قالولي اللي مصبرك اصلك ملاك في الغلط. اصل كسوفك شدني، واصل انا نفسي تحبني. نتكلم على العصافير وتربيه البيت انيمالز او الحيوانات الاليفه زي القطط او الكلاب. هنبدا بالعصافير. تحتاج مننا العصافير ان يكون المكان متهوي في تهويه، يعني مثلا زي فراندا او بلكونه نقدر نحط فيها العصافير. بنقتني العصافير انها تكون نشطه، تكون بتاكل، تكون الواناتها زاهيه. دي بتدينا جوز عصافير بيبقى مثلا زي انواع السورالي، زي الزبرة، زي الفيشر او كوكتيل. العصافير بتحتاج مني ان انا كل يوم اغير ميه، وفي نفس الوقت لازم احط لها كل يوم اكل. طيب برضو نفس الوضع، برضو لو انا في اجازه او كده بزود كميات الاكل، بحط بدل العلبه او علبتين، وبزود الميه بدل مسقه واحده بتبقى مسقتين. العصافير منها برضو زي ما قلت في الاسترالي، وفي عصافير الزبرة وعصافير الفيشر وعصافير الكوكتيل. لازم كل العصافير دي بتحتاج مني ان انا اربي كل جزء لوحده، ما ينفعش احط مجموعه مع بعضها. وبيترتب على كده ان انا لازم لما اجي بيكون عندي هوايه للعصافير انها تبقى نوع واحد بس مش نوعين. وده بالنسبه للعصافير، وبالنسبه ان انا احافظ عليها انها تكون الميه كل يوم تتغير والاكل كل يوم ازوده. اللي انت فيه طب رايح فين؟ مش لاقي كلام نفسي الاقي، عينيك الاتنين فيهم كلام خايف يبان، وبضحكتين خلوني اشوف قلبك كمان. اصل كسوفك شدني، واصل انا نفسي تحبني، لو رحت فين وراك ده الصبر مفتاح الفرج،